لما نزلت لكم وصفة الجرانولا المرة اللي فاتت وعجبتكم أنا اتبسطت جدا، ولقيتكم كتير بيسأل عن الجرانولا اللي بنشتريها بقى من بره اللي بتكون مش سايبة كده، بتكون ماسكة في بعضها. يلا بينا نعملها النهاردة بنفس البيز اللي هو الشوفان، وحطيت بذور يقطين، وكمان حبيت أغير النكهة وأخليها بالفول السوداني عشان تكون ليكوا أسهل من المكسرات لو متاح. حطيت كمان شوية من بذور عباد الشمس، شوية من جوز الهند. حطوا اللي موجود واللي مش موجود استغنوا عنه. دي بذور الشيا أنا باحب جدًا أضيفها لإن مكوناتها وقيمتها الغذائية عالية، وكمان بذور الكتان. قلّبته بقى كل ده مع بعضه. أنا متاح عندي دبس التمر، لو مش متاح أنتم ممكن تستبدلوه بعسل أسود أو تحبوا عسل أبيض. بما إني حطيت سوداني فحطيت كمان معلقتين من زبدة الفول السوداني وزيت جوز الهند، ممكن تستبدلوه برضه بزيت تاني ما فيش مشكلة، وشوية من الفانيليا بتخلّي طبعًا الريحة مع كل المكونات دي رهيبة، بجد بتخش الفرن بعد كده الريحة بتكون غريبة في البيت. قلّبوا بقى كل ده مع بعضه كويس، أنا عايزة كله يتغلف مع بعضه كويس عشان المكونات تيجي عليها السوائل الطرية اللي إحنا حطيناها فتمسك في بعضها وتطلع زي بتاعة برّه بالضبط. على ورق زبدة افرشوا المكونات دي ودخلوها فرن تكونوا مسخنينه من قبل كده. المهم إن أنتم تتابعوا الفرن بتاعكم كويس أوي، ممكن تاخد مثلًا 8 أو 10 دقايق. لمّا تطلعوها هتحسوها مش مقرمشة، لأ سيبوها تبرد تمامًا. بعد ما تبرد خالص هتلاقوها قطع ماسكة في بعضها. أنتم هتكسروها براحتكم، اعملوها بقى الحجم اللي يريحكم. عملت بقى منها شوية حطيتها في برطمان، بقيت آكلها as a snack لو أنا عايزة آكل حاجة في النُص ومش عايزة أعُك مثلًا. آخد منها قطعة كده زي ما أنتم شايفين، القطع باقسّمها براحتي. عايزة آكلها بزبادي، عايزة أحط عليها حليب، عايزة أحطها على فواكه، اللي أنا عايزاه. كانت بجد المرّة دي عجبتني أوي وكانت فريش مقرمشة. مش قادرة أقول لكم طعمها كان عامل إزاي. طبعًا بنتي ما استحملتش تستنى، راحت حاطة شوية زبادي وعليها شوية جرانولا. بجد هتبسطكم جدًا والولاد هيتبسطوا بيها. جربوها المرّة دي بالطريقة دي وهتلاقوها أحلى كمان من بتاعة برّه. جربوها وادعوا لي.